السلام عليكم ورحمة الله. زي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات، كان المعارض الكبيرة بتاعتنا بتبقى كلها على تعتبر خط البحر أو الدواخل. بتبقى معارض كبيرة ومعروفة ومشهورة، مفيش داعي لذكر الأسماء. طبعا بيبقى فيها أرقام للأنتريه أو الركن أو الصالون أو الكلام ده، أرقام عالية جدا. طبعا بفضل الله احنا بندوا معارض سعر غير الزبون أو العميل. بمعنى ان احنا مثلا انا لو هدي ركنة لمعرض مثلا بديها له على حسب الاتفاق بتاعنا. هل انا هاخدها من بابها كله، ولا هو هيجيب لي الخشب وانا هعمل السفنج من عندي، او هو يجيب لي كل حاجة والصنعة من عندي الفينش والكلام دوت. ماشي. طبعا كل الشغل دوت بيبقى على صور. طبعا انا بديلكوا اختصار، لان انا حاليا الفيديو انا بكلمكم على خامات السفنج بس. ده بيجي المعرض يقول لي انا عايز مثلا خامة معينة. ماشي. الخامة المعينة ديت بيبقى ليها سعر. طبعا اقل من الخامات اللي هي الكويسة انا ما بشتغلش فيها في اي معرض. لو انا هنفترض ان انا خدت ركنة من بابها مثلا، ركنة 2 في 3، هنقوله مثلا بخشبها من غير القماش، لان هم على طول بيجيبوا القماش بيتفردوا بحتة القماش، بينقوه حاجة محترمة، الخامة محترمة كده، يعني ما تكونش درجة قد كده في السوق كده. فديت اللي بتتميز بيها المعارض الكبيرة، ما بيبقاش قماش متداول. يعني لو انا هفترض ان انا عطت لهم ركنة 2 في 3، عطها لهم مثلا تقريب 25,000 مثلا. عندي ناس تانية لا ده او عميل لا ده غالي جدا. طبعا هو بالنسبة له غالي جدا، فهناخده ال25,000 جنيه دولت. والمعرض جاب لي قماش، القماش ممكن يخش له في تقريب 7-8 آلاف أو ممكن 10 آلاف كمان، لأن هم بيبقى أهم حاجة عندهم القماشة. أما بالنسبة للخامة بحط لهم طبعا خامة نضيفة وكل حاجة. طبعا بحط الحاجة ديت القماش والكلام دوت بيخش في تقريبا كام؟ هنقوله مثلا 35,000. طب هل المعرض الكبير ده هيبيع الركنة أو الأنتريه بنفس الرقم ده؟ طبعا لا. في بيحط الدبل، يعني في أرقام أنتريه عامل لوحده مثلا 70,000، ركنة عاملة 60,000. ماشي. طب هل هو اما بيجي يعمل حاجة عندي هل أنا بديله بالسعر ده؟ طبعا لا، أنا بديله بسعر زيه زي العميل، بس العميل بيستغل فبيروح للمعرض، لكن ما بيروحش المعرض ده، بيروح للمعرض اللي على قده. فبعد كده بيرجع يشتكي دي الخامة، ده الخشب، ده السفنج، ده القماش، ده اللي مش عارف ايه. فأنا بدي السعر على حسب المعرض اللي قدام مني، اللي أنا بتعامل معاهم في مستوى معين أنا بتعامل معاه، فما بتعاملش مع اللي أقل من كده. فبيجي لي العميل أنا عايز كذا، بقول له السعر، ياخد السعر يفكر اللي ايه، لا ده في ارخص. طبعا في ارخص، لكن لما تيجي تشتري من معرض هتشتري منين؟ من المعرض اللي انا بتعامل معاهم؟ طبعا لا، هتبقى المعارض اللي تحت خالص. فدوت فرق السعر. طبعا محدش هيفهم الحاجة ديت الا اللي هيتعامل في الخامات اللي انا بشتغل فيها، ويعرف انا بشتغل في خامة ايه، وهيعرف السبب الغلو يبقى ايه.